مش هاخطط ل2025 عشان خططت ل2024 وما عملتش أي حاجة من اللي أنا خططت. لو دي الفكرة اللي بتيجي في دماغك مع بدايات الجديدة ومع بدايات السنة الجديدة، تعالَ أقول لك كام حاجة كده ممكن تخلّيك فعلًا ما حققتش اللي أنت كنت مخطط له. أول حاجة إنك حددت أهداف بس أنت مشيت في الحياة في طريق مختلف تمامًا عن الأهداف اللي أنت حطيتها، فأنت حطيت أهداف مالية، لكن اشتغلت السنة دي على نفسك، اشتغلت شوية على أخلاقك، على حاجات اجتماعية، على مهارات وكورسات وحاجات كنت بتكتسبها كانت ممكن بعد كده إنها تيسّر لك الفلوس، لكن الهدف ده نفسه ما اشتغلتش عليه. تاني حاجة أحيانًا بنحدد أهداف غير واقعية، يعني مثلًا لو أنا قُلت لك إن شاب والّا بنت لسه متخرجة السنة دي وعايزة خلال سنة يكون معاها مليون جنيه، الأصل إن ده أصلًا ما بيحصلش، وإنه الطبيعي إن أي حد متخرّج بيحتاج طريق تاني خالص يمشيه علشان يبتدي إن هو يزوّد مهاراته وخبرته، فلمّا يتقدّم لأي وظيفة أو يبتدي يعمل مشروع، يبتدي يعرف ينجح فيهم، وبالتالي أحيانًا محتاجين إن إحنا أهدافنا تكون واقعية. طَب باعرف أكون هدفي واقعي منين؟ أول حاجة من الخبرة، من كتر التعرُّض أنا باعرف قد إيه ممكن أحققه في قد إيه وقت وقد إيه فلوس، قد إيه جهد، هل ده مناسب ليّا والّا لأ، هل ده مع خطتي التانية في الحياة مع بقية جوانب حياتي والّا لأ؟ فمحتاج يكون عندي خبرة. طب أنا لو لسه شاب صغير وما عنديش خبرة، يبقى محتاج ألجأ لأهل الخبرة. أهل الخبرة دول ممكن يكونوا ماما وبابا أو حد حكيم من العيلة أو الأسرة أو من الناس الكبار اللي أنا باعتمد عليهم، معلميني أو coaches أو مدربين، أنا باثق جدًا في كلامهم وهم أهل خبرة في الحياة ومرّوا بتجارب كتير جدًا، وممكن أسألهم لو أنا حددت الهدف ده خلال الفترة دي، هل هو واقعي؟ فيقول لك آه أو لأ، يقول لك محتاج شغل قد إيه، يقول لك أنت محتاج تشتغل على نفسك قد إيه. فدي تاني حاجة إنه ساعات بنحدد أهداف ما تكونش واقعية، فطبيعي إن إحنا ما نعرفش نحققها. 3 اعرف إنك ساعات بتبُص للنتايج اللي أنت وصلت لها من زاوية معيّنة وبتبُص لها بشكل منقوص شوية، يعني أحيانًا إحنا ما بنقبلش بتجزئة الأهداف أو ما بنقبلش إن إحنا ما حددناش هدف 100%، نوع من المثالية والكمال غير واقعي بالمرّة، وبالتالي بنبقى محتاجين إن إحنا نشوف الخطوات والsteps الصغيّرة اللي إحنا أخدناها واللي من غيرها ما كناش حققنا الهدف الكبير أو مش هنقدر بعد سنة أو 2 أو 3 إن إحنا نحقق الهدف الكبير أو نوصل له. وبالتالي محتاجين إن إحنا نشوف النتايج اللي وصلنا لها مهما كانت صغيرة، ونشوف الخطوات اللي أخدناها في اتجاه الهدف اللي إحنا عايزينه مهما كانت بالنسبة لنا صغيرة جدًا ولا تعني أي شيء، فده رقم 3. رقم 4 أحيانًا بنحدد أهداف هي مش مرتبطة أصلًا بتصرفاتنا، يعني ما نقدرش إن إحنا نتحكم فيها، زي ما أقول مثلًا أنا خلال سنة هابقى متجوز، أنا خلال سنة هابقى واخد منصب معين أو أنا متوظف في الوظيفة الفلانية. طب ما هو ده غير واقعي، ليه؟ لإن مش أنت العامل الوحيد اللي فيه. يعني إيه؟ يعني ممكن حد يقول أنا هاتجوز خلال سنة، ممكن يبقى عنده القدرات المادية، ممكن يبقى عنده مجهّز نفسه كويس جدًا، بس هل هو شايف البنت اللي هو هيرتبط بيها هتبقى جاهزة فعلًا خلال سنة والّا لأ؟ هل هو شايف إذا كان ده هينفع على مستوى الأسر والعائلات اللي هو بيرتبط بيهم والّا لأ؟ ممكن يكون هيسعى للجواز خلال سنة، لكن مش هيحصل أو هيتجوز خلال سنة، وكذلك الوظائف، أنا أتوظف الوظيفة الفلانية خلال سنة أو بعد سنة. طب هو أنت أصلًا الموضوع مش مرتبط بيك لوحدك، أنت ممكن تكتشف في النُص كورسات كتيرة جدًا محتاج تاخدها، ممكن تكتشف إن الوظيفة اللي أنت كنت عايزها دي بتشتغل الناس فيها بالواسطة، ممكن تكتشف ظروف كتيرة جدًا، فممكن يكون الهدف بتاعك هو السعي للوصول للوظيفة، مش الوظيفة نفسها. الفرق إن إحنا محتاجين من السنة الجديدة نبتديها وإحنا حاطين حاجة مهمة جدًا، حاطين السعي هو اللي في الميزان، مش النتيجة اللي بنوصل لها. يعني أنا هاسعى إن أنا أتجوز خلال سنة، أنا هاسعى إن أنا يبقى معايا مبلغ فلاني خلال سنة، أنا هاسعى إن أنا أتطور في الحاجة الأخلاقية دي خلال سنة، أنا هاسعى إني أطور شخصيتي أو الناس اللي أنا باتعامل معاهم وعلاقاتي خلال سنة، أنا هاسعى إن أنا أحصل على وظيفة معينة أو منصب معين، أنا هاسعى لحاجة معينة سواء دنيوية أو أخروية، لكن النتيجة اللي هاوصل لها دي حاجة مش دايمًا بإيديا، لأن أغلب الوقت نتايج السعي مش بس بتبقى مرتبطة بسعيك وهو صح والّا غلط وهو قد الجهد اللي المفروض يُبذل والّا لأ، ده عامل من العوامل بس مش هو الأساسي وبس. الأساسي كمان إن في تدبير وحكيم سبحانه وتعالى في تدبير أمورنا ولطيف بينا، فهو دايما بيختار نتائج السعي سبحانه وتعالى للأصلح والأنفع لينا. خليك فاكر دايما إن الدنيا دار ابتلاء مش دار جزاء، وبالتالي طبيعي جدا إن إحنا هنا بنختبر، لكن الجزاء كله والثواب في الآخرة. علشان كده أي حاجة بتسعاها ولو حتى صغيرة، لو بتقدم في بتقدم السي في بتاعك ولا بتعمل انترفيو ولا بتقدم على وظيفة معينة ولا وظيفة واثنين وثلاثة وعشرة، لو بتقابل عروسة و2 و3 و10، لو بتسعى بكل جهدك للهدف اللي أنت عايزه، لو بتحاول مرة و2 و3 إنك ما تتعصبش، لو بتحاول مرة و2 و3 إنك تنظم يومك، لو بتحاول مرة و2 و3 إن أنت تقوم للفجر، لو بتحاول مرة و2 و3 إنك تبقى تذاكر ومجتهد، لو بتحاول مرة و2 و3 إن أنت تكون رياضي شاطر،
كل الحاجات دي موجودة عند ربنا سبحانه وتعالى، اللي ما بينساش أبدًا سعيك وكل خطوة أو جهد أو ألم نفسي أو تعب تعبته علشانه سبحانه وتعالى، وعلشان تطوّر من نفسك وتمشي صح في الحياة في الدنيا وفي الآخرة. علشان كده خلّي صحيفتك دايمًا مليانة بالسعي، والنتايج خلّيها على الله سبحانه وتعالى، وخلّيك فاكر الدنيا دار اختبار والآخرة دار جزاء.